دي الفلوس اللي هسددوا بيها مديونية التجار، والباقي تعملوا ايه لستة كده، اللي ناقص في المحل تنزلوا تشتروه على طول. والله يعني يا استاذه انت مش عارفه انت فرحتينا ازاي. الحمد لله. عايزه اقول لكم حاجه، شهر رمضان قرب، عايزه المحل يبقى مليان بكل حاجه، مش عايزه حد يدخل يلاقي حاجه ناقصه، انتوا فاهمين؟ تمام يا استاذه، ان شاء الله نكلم التجار والمحل يقوم على حلو ويبقى احسن من الاول ان شاء الله. يا رب اللهم امين. صبحي بتاع الحسابات راح فين؟ ده سايب الشغل بقاله اسبوعين او اكتر. مفيش حد جه مكانه؟ هو استاذ حسن قال انه هيتصرف ويجيب حد مكانه وادينا مستنيين. اه، حسن هيتصرف اكيد ان شاء الله. طب يلا انتوا روحوا شوفوا شغلكم، مع السلامه. يا رجاله، ايه ده؟ الحمد لله يا استاذ حسن، زي ما حضرتك شايف ربنا فرجها من عنده. ما انا شايف البضاعه دي جت منين. ما هو استاذه دنيا جت وسابت لنا فلوس دفعنا بيها جزء من الدين اللي علينا وعرفنا نجيب بضاعه بالاجل. لا وكمان قدرنا نقنع الحاج محمود ان هو يصبر علينا شويه في الجديد، وهو واحده واحده كده ان شاء الله هنقوم على رجلينا تاني. والله. ولما دنيا جت وسابت فلوس انت ما بلغتنيش ليه؟ ده انت كمان رحت وجبت بضاعه وبترصوها من غير ما نعرف. هو انا ماليش وجود ولا ايه؟ لا يا استاذ حسن طبعا انت الكبير هنا، بس انا افتكرت حضرتك اللي باعتها بالفلوس، وزي ما حضرتك شايف احنا حالنا عامل ازاي. ماشي. طب يلا 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 روح شوفوا شغلكم. وبقول لك ايه، اخر مره حاجه تحصل في المحل هنا صغيره ولا كبيره ما تبلغنيش بيها، فاهم ولا لا؟ حاضر يا استاذ حسن. يلا امشوا. ماشي يا دنيا، ماشي. انت جبت الفلوس اللي اديتيها لشافعي منين؟ ايه الدخله دي في ايه؟ رد عليا بس، رد عليا. انت عملت ايه من ورايا؟ مين وراه؟ ولا حاجه. الفكره بس ان انا حاولت اتصرف واحل المشكله، بس ايه المشكله يعني؟ دنيا انت بتلفي وتدوري ليه؟ سؤال وعايز رده. جبت الفلوس منين؟ بعت الدهب. بعت الذهب؟ كده؟ من غير ما تقولي لي ولا تستأذنيني ولا كأني موجود؟ نعم. هو انا المفروض استاذنك ان انا بعت ذهبي انا؟ وبعدين انا بعته عملت بيه ايه ان شاء الله؟ اشتريت عربيه جديده مثلا؟ قعدت اتفسح انا واصحابي؟ ولا اتفشخرت واشتريت هدوم جديده؟ حاولت احل المشكله بس. لا 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 لا، من غير بس تلقيح في الكلام وعربيه جديده وهدوم والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. انت كده يا هانم بتلغي وجودي اصلا ولا كأني موجود، ولو وجودي ما بقاش مهم بالنسبه لك يبقى مفيش داعي منه من اصله. انا عارفه كويس قوي ايه اللي مضايقك. عارف ايه اللي مضايقك قوي؟ ان انا اللي اتصرفت. ازاي انا اتصرف وانت ما تتصرفش؟ عيب. يا دي استنتاجاتك اللي مش هخلص منها. دي مشكلتي وانا اللي هحلها، وانت مالكيش دعوه بيها خالص. خلاص يا سيدي انا موافقه. هتحلها ازاي؟ وريني، قول لي هتحلها ازاي؟ رحت البنك مثلا سالتهم ايه الحل في الاقساط؟ اعمل ايه؟ عملت اي حاجه من الحاجات دي؟ انا هتصرف اروح لهم بكره افهم الدنيا فيها ايه. طبعا اكيد طبعا، انا متاكده طبعا انت هتروح بكره اكيد. يا ست انت مالك؟ اروح بكره ولا اروح بعده؟ انت مالك؟ انا عيل صغير مش عارف اتصرف؟ لا مش عيل صغير، بس انا ما باخدش منك غير كلام وبس. هتصرف بس لا بتتصرف ولا بتعمل اي حاجه. انت عارفه مين اللي غلطان في الموضوع ده؟ انا اللي غلطان، انت ما بتغلطيش، انت صح. عيشه تاثر العمر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.